المرجو منك التعليق والإعجاب والاشتراك. أكد التطور الكبير اللي تعيشه طبعا الكرة العربية وبالذات هنا في كأس العرب. وأول كرة الشوط الأول كان كبيرا وحسمها أسود الأطلس وحصلوا على أول 3 نقاط. وهذه أول تسديدة، أول محاولة تسديدة عن طريق اللاعب جميل الأحمدي لاعب نادي الكرمة العراقي، يسدد كرة على اليمين. الكرة المغربية التي تعيش أزهى أيامها من 2014 حقيقة، دعونا نقول مقطوعة من مصعب. تعاد الكرة في مكان ممتاز وتسديدة، أول محاولة، أول فرصة وأول تسديدة كانت عن طريق اللاعب اللي سدد وليد الكرتي. وليد نجم نادي بيراميدز، بطل إفريقيا، بطل دوري أبطال إفريقيا في العام الماضي، نادي بيراميدز المصري. والركنية عبد الرزاق يستقبل أو لا، هذه الكرة عالية وكرة صعبة صلحها وكانت صعبة على اللاعب كريم البركاوي وتصل سهلة عند بداية هذا الشوط. 0-0 تفرض نفسها وكرة عالية ويبدو أنها ركنية أخرى. تعددت الركنيات، دليل طبعا ضغط من المنتخب المغربي والزحزوح من جديد، ولكن خاطئة. فرصة عبد الرزاق يا عبد الرزاق انفراد، ولكن أيضا عبد الرزاق تسديدته قوية ولكن السرعة تفوق فيها المدافع العماني، ضغط عليه ومنعه من التقدم لأكثر. شوف التمريرة حلوة، ما فيش تسلل، التمريرة ممتازة كانت على ميدو محمد ربيع، وبإمكان طبعا عبد الرزاق حمد الله أن يتقدم ويدخل مخيني إلى ركنية حارس منتخب سلطنة عمان. هذه ركنية الآن، ركنية لصالح المنتخب المغربي عند أمين الزحزوح. أمين الزحزوح متعاهد الكرات الثابتة، كرة عالية ورأسية، انتشار بشكل عرضي من المنتخب المغربي والكرة العالية. نظرا ان المنتخب اللي امامنا هو المنتخب الثاني او منتخب اللاعبين المحليين، يعني هو خليل ينتظر المساندة عند الزحزوح. يا لعيب يا احلى لعبة في الشوط الاول، يا بولاسكوت الى الزحزوح الى عبد الرزاق، لكن برافو مرة اخرى المخيلي، برافو المغاربة، برافو اسود الاطلس لهذه اللعبة الجميلة العرضية. يا سلام يا زحزوح كيف عمل عملية تمويه، وعبد الرزاق بخبرة المهاجمين الكبار يحاول، لكن أيضا المخيني هو الشوط الثاني. زحزوح يلعبها والرأسية، لسه فيها كلام مثل هذه الكرات. وهذه كرة تعاد وتسديدة أعلى من اللزوم، وهذا الأداء حمس الجمهور العماني. نعم، محاولة مصعب المعمري طويلة، الكرة ملعوبة، ركلة مرمى، كرة مسجل هدف جميل عن طريق اللاعب غانم الحبشي، لكن بعدها السعودية سجلت الفوز. كرة طويلة وفاول من جديد. عدد الفاولات أكثر، يا المغرب ب10 لا. هذه ما الذي حصل؟ هنا طبعا الحكم شاهدها متعمدة من عبد الرزاق يعني، وكان يقول للحكم أنا رافع قدمي في الهواء أريد أن ألعب الكرة، ولكن لماذا وصلت لوجه اللاعب العماني؟ هل كانت متعمدة؟ هل يعود الحكم إلى الفار؟ كرة أصابت وجه المدافع رقم 5 مصعب الشاكسي. فرصة ترتد، كرة عالية داخل منطقة جزاء ورأسية فيها خطورة. أفضل من المباراة تصبح يعني لصالحه بزيادة لاعب واحد على أرض الملعب. هذه تسديدة عالية وبعيدة جهة اليمين، كرة عالية من ميسرة المنتخب العماني، ومرت دون أن يلمسها أحد. كرة مرت دون أن يلمسها أحد، تذهب إلى خارج الملعب. ركلة مرمى
تيسودالي يحولها عالية ولامسها اللاعب رقم 16 عايد المشايخي، يحولها إلى ركنية. يساوي حمزة يتقدم يعليها وراسية يا على المدافع المتقدم بوفنتيني. اللاعب اللي تقدم، لا هذا اللاعب لو عنده كثافة هجومية كان ممكن يكون خطورته أكثر. وكرة عالية خطيرة، مهدي بن عبيد موجود، بني بن عبيد.